أهلا بيكم سكان القناة أبطال 2023 فيديو جديد. في الحقيقة زي ما بدأنا معاكم من البداية خالص من أول يوم في ثانوية عامة، لفت الأيام بسرعة عشان نيجي النهاردة نتكلم عن آخر 30 يوم في ثانوية عامة. في الفيديو احنا هنتكلم عن حاجات كتير، أولهم أنا ذات نفسي عملت إيه في آخر شهر في ثانوية عامة، إيه اللي أنت حاسس بيه، المفروض تذاكر منين، المفروض تعمل إيه، والحاجة الأهم طبعا إزاي ننتقل ونتعود على لجنة ثانوية عامة. خلينا نبدأ الفيديو بتاعنا. اخر 30 يوم في ثانويه عامه طبيعي جدا ان انت تكون حاسس ان انت خايف شويه، متوتر، الدنيا داخله في بعضها، في حاجات ناسيها، في حاجات مش فاهمها، كل ده طبيعي. ولكن المهم بقى ان احنا عايزين نسيطر على التوتر هتقول لي ازاي؟ اقول لك والله في توتر يخليك ان انت دايما قلقان وخايف بزياده عن اللزوم. التوتر يخليك ان انت مش قادر ان انت تكمل، مش قادر ان انت تذاكر، دايما انت محطوط في حاله صحيه ضغط عليك ونفسيتك مش احسن حاجه. اما بقى التوتر التاني وده اللي احنا عاوزينه، فده التوتر الكويس اللي هو في صالحك. ده التوتر اللي هو يقول لك لا، ذاكر الحته دي اصلها ممكن تيجي في الامتحان، افهم الحته دي كويس وخلي بالك منها، علم عليها بالهايلايتر، راجعها مرتين قبل ما تخش اللجنه. ده التوتر اللي احنا بنكون محتاجينه. هتقولي بس انا بصراحه مش بعرف اتخلص خالص من التوتر الاولاني. هقول لك بكل بساطه، انا عارف ان انت في الايام ضاغط على نفسك، عمال تفكر ودماغك بتجيب وتودي، فحاول على قد ما تقدر في الايام ان انت تكون منظم نومك، نام في وقت بدري، وحاول ان انت تصحى بدري. في نفس الوقت عايزك تكون مقلل الشاي والكافيين والقهوه خالص تماما. حاول ما تكترش منهم، لان الحاجات دي كلها هتخليك متوتر اكتر وهتخليك تفكر اكتر واكتر. هي بتساعدك في المذاكره، ولكن حاول ان انت تستبدلها بحاجه صحيه. يبقى تقول لي استبدلهم بحاجه زي ايه؟ هقول لك والله ان انت هيكون عندك الاعشاب والعصاير، فلو انت صاحي عايز تشرب حاجه سخنه تخليك كده مركز وكمان ما تاثرش عليك وتكون ريلاكس، حاول دايما تشرب اليانسون او النعناع او الزنجبيل، الحاجات دي كلها هتفيدك وهتخليك هادي. اما لو انت صاحي وعايز تشرب حاجه تفوقك، فعصير البرتقال كويس جدا جدا واحسن 100 مره من الشاي والقهوه. وده مش كلام امهات، ده كلام دكاتره. طيب يا سيدي، خلاص خلصنا من التوتر والقلق، هتذاكر منين؟ هقول لك والله انا بقالي طول السنه بعمل لك فيديوهات بعلمك ان انت تكون مجمع غلطاتك كلها في كراسه. طيب فين بقى الكراسه دي؟ لان ده وقتها. الكراسه دي هتخليك كده محافظ على كميه وقت انت ما كنتش متصوره. طيب انا ما كنتش بسمع الكلام وما كنتش عامل الكراسه دي، مفيش اي مشكله، هتفتح الكتاب وهتبدا ان انت تدور على غلطاتك بالراحه، بس هتطول بالك شويه وهتبدا ان انت تفهم الغلطات ديت. اما الكراسه اللي فيها الغلطات اللي انت عاملها، فانا عايزك تقراها كل يوم وتبدا تفهم الغلطات ديت وما تكونش مفوت ولا غلطه الا وانت فاهمها كويس جدا جدا. طيب انا دلوقتي مثلا كان في وحدات او كان في حاجات واقعه مني وانا ما راجعتهاش، هل هلحق اجمعها فعلا في الشهر ده؟ هقول لك انا في ثانويه عامه كان واقع مني 3 يونت من الانجليزي وجمعتهم في اخر شهر في ثانويه عامه. ولكن الكلمه اللي انت تلاقيها صعبه حاول ان انت تكتبها في كراسه الغلطات اللي انت هتعيد عليها كل يوم من اول دلوقتي لحد اول امتحان في ثانويه عامه. فكراسه الغلطات بتاعتك هي الكنز اللي هتخليك محافظ على نفسك طول الشهر ده. طيب انا بقى واحد ضايع مني كميه كبيره جدا، في جزء كبير جدا من المنهج انا مش عارف المه خالص، ومهما بذاكره دايما بنساه، او انا ما فتحتوش خالص ودي اول مره افتحه في اخر شهر في ثانويه عامه. هل كده انا هلحق المه؟ هقول لك والله هتلحق تلمه. طب ازاي؟ الوقت هو وقت المقارنات ووقت الجداول. اي حاجه انت مش فاهمها او انت لسه بتذاكرها لاول مره، ذاكرها بصوره جداول واعرف التركايه اللي بين النقطه دي والنقطه دي. ده هيخلي ان المعلومه تثبت معاك اسرع. والجدول اعمله في حته تكون دايما قدام عينك، مثلا تعمل الجدول وتعلقه قدام المكتب، تعمل الجدول وتحطه في كراسه الغلطات اللي انت هتقراها كل يوم. كل الحاجات دي هتساعد ان الجدول ده يثبت في دماغك. اما بقى الحته اللي تلاقيها كبيره قد كده حاول ان انت تلخصها لنفسك في ورقتين ثلاثه، وبعد ما تلخصها حاول ان انت تشرحها واكن في حد تاني قاعد قدامك. لما تشرح الحاجه باسلوبك ده هيساعد ان انت تفهمها اكتر وتثبت في دماغك. نيجي بقى للحته المهمه بتاعت الفيديو، وهو ازاي ان انا اعود نفسي على امتحان ثانويه عامه وعلى جو لجنه ثانويه عامه. لجنة ثانوية عامة هي لوحدها موترة، للأسف أنت بتكون داخل بتتفتش مليون مرة وبتحس إن أنت داخل اسم مش داخل امتحان. ولكن حقهم برضو لأن دي سنة مصرية ويكونوا عايزين إن هما ما يظلموش الطلاب، يمنعوا الغش، ودي كلها حاجات بصراحة مفيدة. طيب ازاي اعود نفسي على الكلام ده كله بقى؟ هقول لك بكل بساطة ان انت اتعامل ان انت جوه الامتحان. انا دلوقتي مثلا قاعد بذاكر مع نفسي في البيت وبحل امتحان عربي عشان اتمرن قبل ما اخش اللجنة. طيب الامتحان جوه اللجنة هيكون مدته قد ايه؟ 3 ساعات. طيب يبقى انا كده هفتح لنفسي تايمر وهقعد احل الامتحان اللي انا بحله في البيت ده في 3 ساعات. هل انا المفروض اخلصه في 3 ساعات؟ لا. عود نفسك ان انت دايما تكون مخلص الامتحان قبل وقت اللجنه ما يخلص، وتكون قاعد مركز وانت في البيت ان انا فعلا هخلص الامتحان ده قبل الوقت المحدد ليا في اللجنه. ومن غير ما تقوم، من غير بقى ما تشرب، من غير ما تخش الحمام، من غير ما تشوف ماما عامله ايه على الغدا، تركز في الكتاب، تركز في الامتحان، وتشوف انت فعلا حليته في الوقت ده ولا لا. دي اول حاجه انت المفروض تعملها عشان تتعود على جو لجنه ثانويه عامه.
تاني حاجة المفروض إن أنت تعملها هو إن أنت تبدأ من دلوقتي تحدد نقاط القوة والضعف بتاعتك في كل مادة. مثلًا أنا واحد مثلًا في العربي شاطر جدًا في النحو، فأنا يبقى أنا أول ما أخش امتحان ثانوية عامة أنا بابدأ بالنحو، باكون متفائل وباكون مرتاح نفسيًا إن أنا كده هاعرف أحل. يعني أنت طول حياتك بتحل النحو في البيت الأول، ما تجيش في امتحان ثانوية عامة وتقوم مثلًا بادئ بفرع القراءة، لأ، زي ما أنت متعود تحل في البيت، عوّد نفسك إن أنت تخش اللجنة تحل بنفس الترتيب. فلو أنت بتحل هنا النحو، خش في الامتحان ثانوية عامة حل النحو. حتى لو النحو مش هو أول سؤال جالك في البوكلت، لأن زي ما إحنا عارفين طبعًا امتحان ثانوية عامة بيكون بوكليتات وترتيب الأسئلة كله بيكون متغيّر، ممكن تيجي على حظك ورقتك فيها أول سؤال نحو، ممكن تيجي على حظك ورقتك فيها أول سؤال قراءة. فعلشان كده حل باللي أنت متعود عليه عشان تكون مرتاح نفسيًا وتعرف تكمل الامتحان كله في وقت قليل. وآخر حاجة طبعًا واللي ساعدت كل اللي دخلوا ثانوية عامة وهي الدعاء. ادعي كتير جدًا وما تملّش من الدعاء، وادعي كتير بالكلية اللي أنت نفسك تخشها وبالكلية اللي أنت بتحلم بيها، وإن شاء الله ربنا هيستجاب. توفيق ربنا بينزل في اللجنة يخلّيك قادر إن أنت تحل أي سؤال أنت ما كنتش فاهمه قبل كده، وسبحان الله فهمته لأول مرّة جوّه اللجنة. ادعي كتير وما تنساش إن أنت تصلّي صلاتك في مواعيدها، وحافظ دايمًا على علاقتك بربنا في الوقت دوّة. القناة برضه مش هتسيبكم، على قد ما باحاول إن أنا أتابع الكومنتات، أكون موجود معاكم، أتابع حالتكم، أشوف الأسئلة بتاعتكم، وأطلع أرُد عليكم في فيديوهات عشان تكون الدنيا معاكم بسيطة، وتكونوا دايمًا كده حاسين إن أنتم هاديين. القناة عمومًا كانت بادئة في أول فيديوهاتها خالص مع الدفعة اللي قبليكم في سلسلة عملناها سوا كده مع بعض دفعة 2022 كان اسمها أعمل إيه في ليالي الامتحان. السلسلة دي إن شاء الله أنا ناوي إن أنا أكررها، كنت باطلع معاهم في كل ليلة امتحان كنت باقول لهم إن هم إزاي يلمّوا العربي، إزاي يلمّوا الفيزيا، إزاي يلمّوا الكيميا وهكذا عملنا مع بعض في كل المواد، وإن شاء الله السلسلة دي تستفادوا منها جدًا وتكون فعّالة. أتمنى إن أنا أكون فدتكم في الفيديو دوّة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.